تحياتي طبعا كابتن اشرف اسف طبعا في الاستوديو. لا ده كابتن احمد حسن وشه حلو اصلا كمان، على ان شاء الله يبقى وشه حلو إن شاء على نادي الله. الزمالك دايما كده. ابو حميد الفانيلا البيضاء عامله معاك ايه؟ تمام والله الحمد لله يا كابتن، كله تمام والله. مبسوط في نادي الزمالك؟ طبعا والله الحمد لله طبعا يا كابتن حازم، والله يمكن مبسوط وسعيد، والحمد لله يمكن كمان مبسوط اكتر لاني حاسس اني يعني اللعيبه كلها والجهاز بالكامل يعني مبسوط بوجودي، والكابتن حسن واغلبيه اللعيبه يعني مجموعه اللعيبه كلها الحمد لله مبسوطه وانا في وسطهم وكده. وحسيت ده من اول ما وصلت. كمان جمهور نادي الزمالك الحمد لله يمكن بيسعدني جدا جدا، الناس كلها يعني بعد كل مباراه كده يقول لي يعني وشك حلو على الزمالك وكده، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون يا رب ان شاء الله باذن الله فال خير، وان احنا نحقق بطوله الكاس. وانا يعني قلقان شويه لان ناس كتير يمكن جمهور نادي الزمالك كله حاسس ان خدنا الكاس، بس احنا لسه ما خدناش الكاس، كله يعني مستعجل فعلا على البطوله. احمد لما لبست الفانيلا البيضاء يعني انت بعد الفانيلا الحمراء احساسك ايه؟ يعني حسيت بحاجه ولا عادي؟ انت راجل لعبت ب 40 تيشيرت في حياتك يعني كرويه، من ابتداء من اسوان ومغاغه لغايه الاهلي والزمالك، وطبعا ما بينهم بقى اندرلخت وبشكتاش، يعني ما شاء الله. في احساس عادي ولا احساس مختلف؟ بص هو انا عايز اعدي المرحله دي خلاص، لان مش عايز كل شويه ايه الاحساس والاختلاف، لان انا زي ما قلت لك زي ما انت قلت احنا احترفنا عديت يعني. وفي النهايه انا بقول اني انا بستمتع بشغلي وبحب شغلي، ايا كان المكان بستمتع بيه، وايا كان المكان بدي ليه. تمام. فهو دي طباعي وهي دي عاداتي في اي مكان رحت فيه. الحمد لله يمكن في تركيا اثبتت وجودي مع كل الانديه اللي لعبت فيها وكسبت بصمه كبيره. تمام. في بلجيكا نفس الحكايه، رحت اقلمت بسرعه وحققت بطولات مع اندرلخت، ولما جيت على النادي الاهلي نفس الحكايه، ولما رحت نادي الزمالك فالموضوع يعني ما بيختلفش فيه. هو بس الناس يمكن شويه حته الحساسيه بين الاهلي والزمالك، ينتقل من الاهلي للزمالك او من الزمالك طيب. للاهلي. خليني انما بالنسبه لي اتفضل كمل لو في حاجه. انما بالنسبه لي زي ما بقول لك انا راجل بجتهد وراجل بعمل اللي عليا وراجل بشتغل ايا كان المكان ايا كانت الفانيلا، لاني ده يعني واجب عليا تجاه النادي اللي انا موجود فيه. والحمد لله اعتقد ان الناس حست ده، يعني اعتقد الناس حست ده من اول ما رحت نادي الزمالك. ان انا من اول المباراه دخلت مع اللعيبه قدرنا ان احنا لحد دلوقتي نمشي بشكل كويس. فاضل ان شاء الله باذن الله بنفس التركيز بنفس الروح اللي عندنا بمسانده بقى الجماهير لينا ان شاء الله باذن الله نحقق بطوله الكاس، ولكن يعني نحقق بطوله الكاس زي ما ادينا في الماتشات اللي فاتت، مش نحقق بطوله الكاس الناس كلها عماله تبارك دلوقتي اني خلاص، وحاسس ان الناس كلها حاسه ان احنا خلاص ان احنا القرب للكاس وكده. لا فرقه خليني اسالك سؤالين مهمين يا احمد، يعني واجابه تبقى موجزه عشان عندك برضه استشفاء. لما دخلت نادي الزمالك لقيته زي ما كنت متوقع، ولا كنت شايف الصحافه والاعلام مبينينه بشكل مختلف في ايجاز؟ لا في ايه بالظبط؟ ما هو يعني في كل حاجه، في اللاعبين، في المشاكل، يعني دايما الصوره من بره غير من جوه. انت شفتها زي ما هي من بره ولا لقيتها مختلفه؟ انا بطبيعه الحال والله يمكن حتى اللي كانوا عارفيني في النادي الاهلي، انا بطبيعه الحال راجل ماليش دعوه غير ان انا بروح اشتغل وبروح اتمرن وبمشي، ماليش علاقه بقى النادي في ايه النادي ما فيهوش ايه. انا راجل في وقت التمرين بتاعي بروح اتمرن، بخلص تمريني بمشي، بقدم مباراتي، ما اعرفش ايه الحاجات اللي انت بتتكلم عليها. هو في النادي الاهلي كان نفس الحكايه، انا في النادي الاهلي انا يعني عمري ما قعدت في النادي الاهلي ولا عمري ما تعرفش الحاجات اللي انا بتكلم عليها. ده هي دي كلها ده هي دي اصل الحاجات. طيب خليني اخش في المنتخب الاولمبي، واخر سؤال وهقفل معاك، معلش انا طولت عليك. منتخب اولمبي مباراه النيجر شايفها ازاي يا احمد؟ طبعا يعني مباراه يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان لعيبه المنتخب الاولمبي يستفيدوا منها، بغض النظر طبعا عن المباراه، ان طبعا هنأدي ان شاء الله باذن الله مباراه قويه، ولكن لازم يكون في اهتمام شويه بالمنتخب الاولمبي، لان انا عارف يمكن انا شايف حاله يعني زعل من الجهاز بالكامل ان ما فيش اي اهتمام خالص بالمنتخب الاولمبي تماما، على الرغم ان المباراه دي بتمثل منتخب مصر مش المنتخب الاولمبي. انما لازم يبقى في اهتمام، لازم، لان الناس دي عندهم حاجه مهمه الفتره الجايه، هي الاولمبيات اللي احنا بقالنا سنين ما وصلناش ليها. صح. لازم الاعلام بدل ما هو عمال يتكلم مشاكل ويطلع مشاكل الناس وده عمل ايه وده اتخانق مع مين، يهتم شويه بالمنتخب الاولمبي ويهتم شويه يدي دعم للناس، لانهم عندهم مرحله اللي جايه مرحله صعبه. وطبعا المباراه هم اتمنى ان هم يستفيدوا منها زي ما استفادوا من مباراه سيراليون، هتديهم احتكاك كويس، وان شاء الله باذن الله نعمل نتيجه كويسه. وهم كمان يطمنوا على نفسهم في الفتره اللي جايه، ويا رب ان شاء الله باذن الله ان نلاقي مسانده جماهيريه ونلاقي مسانده للجهاز الفني ونلاقي مسانده للعيبه اللي موجودين، لان هم دول اللي جايين بعد كده وهم دول اللي عندهم هدف الفتره الجايه. بشكرك كابتن احمد حسن كابتن منتخب مصر، شكرا جزيلا، وعطلناك معلش ابو حميد. يعني كلام كتير طبعا كابتن احمد قاله. خلينا في